السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد ويوم سعيد على حضراتكم إن شاء الله. في سؤال اليومين دول كان شاغل تفكيري جدا، وهو إيه اللي يخلي الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يغير قانون كرة القدم؟ ما هو أكيد في حاجة كانت بتحصل، يعني استحالة يكونوا صحيوا من النوم يقول لك نغير قانون الكورة. المهم قعدت أدور شوية على الأسباب دي لحد ما لقيت حاجات، أسباب منها لعيبة وأسباب منها حكام وأسباب منها الاتحاد الدولي ذات نفسه. في كأس العالم الأخيرة قطر 2022 اتسبب إيميليانو مارتينيز في تغيير قانون اللعب. أيوة، يعني عمل إيه إيميليانو مارتينيز يعني تسبب في تغيير القانون؟ بص يا سيدي، هو الراجل حرفيا كان زي فرق علوس في الجون أثناء تنفيذ ضربات الجزاء. لما يجي ضربة جزاء كانت بتتنفذ عليه، الراجل كان بيروح يلمس العارضة دي ويلمس العارضة دي ويتنطط في الجول ويروح يمين ويروح شمال عشان يشتت اللعيب اللي هيشوط عليه ضربة الجزاء. عشان كده الاتحاد الدولي قرر إن ممنوع منعا باتا أي حارس مرمى يعمل اللي بيعمله إيميليانو مارتينيز ده أثناء تنفيذ ضربات الجزاء. وفي كأس العالم في جنوب افريقيا سنة 2010 بالتحديد في دور ال16 وبالتحديد قوي مباراة انجلترا والمانيا، فرانك لامبرد سدد تسديدة على مرمى المانيا والكرة خبطت في العارضة ونزلت في الجول. الكرة دي بالظبط كانت في الدقيقة 37 ونتيجة المباراة كانت 2-1 لألمانيا. الكرة حرفيا شفناها من جميع الإعادات عدت خط المرمى، ولكن الحكم ما قدرش انه يشوفها وما حسبهاش اصلا جول. الكرة دي طبعا لو كانت اتحسبت كان اكيد هتغير نتيجة المباراة اللي انتهت اصلا 4-1 لألمانيا. وبعد الجدل اللي حصل بعد المباراة دي قرر الاتحاد الدولي تطبيق تقنية عين الصقر، وهي باختصار شديد كده ان الكورة بيبقى فيها جهاز صغير جدا بيكون مربوط بساعة الحكم. الكورة لما بتعدي الخط بيدي نوتيفيكيشن لساعة الحكم عشان يقول له الكورة جول، وكل ده عشان الجماهير تشوفه بيتحول لصورة ثلاثية الابعاد في الاعادة وبتبين الكورة عدت بكامل محيطها الخط ولا ما عدتش. وفي كاس الامم الاوروبية سنة 1992 كان لبيتر شومايكل حارس منتخب دنمارك النصيب في تغيير قانون كرة القدم. ليه يا سيدي عمل ايه بيتر شمايكل؟ اقول لك ان ايامها كان عادي وطبيعي المدافع يرجع الكرة للجول والجول يمسكها، ولكن اللي مش طبيعي ان بيتر شومايكل والمدافع زميله فضلوا يلعبوا كده حوالي 3/4 المباراة. بيتر يمسك الكرة يرجعها للمدافع، المدافع يرجعها له ويمسكها، بيتر يمسك الكرة يرجعها للمدافع، المدافع يرجعها له ويمسكها. وده اللي خلى الاتحاد الدولي لكرة القدم انه يغير قانون اللعبة ان الكرة لما تتباصى من المدافع برجله عن عمد الجول ما يقدرش يمسكها. ايوه، يعني مش كابتن شوبير السبب في الموضوع ده في كاس العالم 90؟ اقول لك لا يا معلم، احنا كنا ظالمين كابتن شوبير السنين اللي فاتت دي كلها، وبيتر شمايكل هو اللي متسبب في المشكله دي. اي خدمه كابتن شوبير. دييجو فورلان احد نجوم منتخب اوروجواي في خط الهجوم كان ليه برضه نصيب من تغيير قانون كره القدم. ازاي؟ دييجو فورلان في فتره وجوده في مانشستر يونايتد سجل هدف، بعد ما سجل الهدف خلع التيشيرت بتاعه وفضل يجري محتفلا بالهدف بتاعه، وبعد ما الاحتفال خلص دييجو فورلان كمل لعب وهو مش واخد باله ان هو لابس التيشيرت. فعشان كده الاتحاد الدولي لكره القدم قرر ان اي لعيب يحتفل باحتفال خلع التيشيرت لازم هيحصل على انذار. اما عن الجديد بقى في الكوره وهو نظام التبديلات الخمسه بدل 3. النظام ده اتطبق بعد رجوع النشاط الكروي بعد ازمه كورونا، وكان سببه تخفيف الحمل على اللاعبين والمدربين بحيث ان هم يقدروا يعملوا 5 تبديلات بدل من 3 عشان اللعيبه لسه راجعه من اجازه كبيره جدا من فتره كورونا. وعلى فكره النظام ده مكمل معانا لحد دلوقتي، ولكن هم بيبقوا 5 تبديلات في 3 توقفات بس عشان ما نهدرش وقت المباراه. اللي تم استحداثه برضه على قانون كرة القدم وهو نظام ال VAR او الفار، يعني وهي اختصار لفيديو اسيستنت ريفري او يعني بالعربي حكم الفيديو المساعد. التقنيه دي اتطبقت اول مره رسميا في كاس القارات سنه 2017، لكن الاتحاد الدولي قرر ان هو يستخدم تقنيه الفيديو باقل عدد من التدخلات باقصى استفاده ممكنه. ايوه، يعني اللي هو ازاي؟ يعني الفار ما يقدرش يتدخل غير في 3 حاجات بس. أول حاجة هي صحة الهدف من عدمه، تاني حاجة هي صحة الطرد من عدمه، وتالت حاجة هي اختيار اللاعب المنذر أو المطرود. يعني مثلا ممكن يكون أحمد هو اللي عمل الخطأ، ولكن أي اسم تاني هو اللي حصل على الإنذار، فلما أرجع للفار ألاقي أحمد هو اللي كان مستحق الإنذار فاديهوله. وعامة التقنية دي المفروض كانت إن هي تساعد كتير في تقليل أخطاء الحكام، ولكن للأسف لسه أخطاء الحكام مستمرة، ولكم في ذلك دليل بمباراة ليفربول وتوتنهام اللي كان فيها خطأ فادح جدا، وكمان مباراة الزمالك والمقاولين اللي كان فيها خطأ فادح جدا، والاثنين تم استخدام تقنية الفار فيه. وعن التقنيات المستحدثة في قانون كرة القدم في كأس العالم 2022 تم استحداث تقنية لاحتساب التسلل، واتسمت التقنية السيمي اوتوميتد او اللي هي يعني نص اوتوماتيكية. هي مش غسالة، هي تقنية بس هم سموها كده.
التقنية دي باختصار ان بيكون في جهاز بالكورة، الجهاز ده بيبعت اشارات لغرفة الفار، وكمان بيبعت اشارة لغرفة الفار لما لاعب متسلل يستلم الكورة. واوريدي بقى احتساب التسلل سهل جدا بالنسبة للحكام، وكمان بيصور لك الموضوع ده بصورة ثلاثية الابعاد عشان الجمهور يعرف الكرة دي اتحسب التسلل ازاي. واخر حاجة تم استحداثها في قانون الكرة كانت بقرار من كولينا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي. قال لك ايه يا عم كولينا بقى؟ قال لك ان الوقت المهدر في وقت المباراة كتير جدا، وعايزين نزود وقت المباراة او نلعبهم من 90 دقيقة كاملين، والوقت المحتسب بدل من ضايع ما بيبقاش حقيقي وبيتحسب تقديري بالنسبة للحكم. فعملوا شاشة موجودة في غرفة الفار بتحسب الوقت الفعلي اللي اتلعب فيه الكورة، وفي نهاية كل شوط بيزودوا الوقت بدل ضايع لحد ما يوصلوه ل 45 دقيقة. يعني مثلا الشوط ده اتلعب فيه فعلي 35 دقيقة واحنا دلوقتي في الدقيقة 45، يبقى نحسب 10 دقايق وقت بدل ضايع. بالظبط ده اللي شفناه في كاس العالم قطر 2022، شفنا وقت بدل ضايع بيوصل في الشوط الواحد ل 10 دقايق و15 دقيقة كمان. طبعا الكلام ده بره الدوري المصري وبره الهاني سليمان وبره الكلام ده كله، لانه والله لو جبنا ساعة رملية برضه هيضيع وقت. في رأيك هل قانون كرة القدم فعلا محتاج لتعديلات كمان؟ ولو محتاج لتعديلات قول لنا ايه هي في الكومنتس. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم ما ننساش نعمل لايك وفولو للصفحه على الفيسبوك، ولو بتتابعوني على اليوتيوب ما ننساش نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه عشان نوصل لاكبر عدد من الناس. سلام.